ايه النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم الحمص الشام او الحلبسه، مشروب شتوي. من الخطوات ان انا بجيبه وبعد كده بغسله وانقعه لمده 6 ساعات وبعد كده ببدا اسلقه. انا دلوقتي هاخده اغسله. انا غسلته ونقعته، دلوقتي هنقعه لمده ساعتين وبعد كده هغير له الميه، احط له ميه نظيفه واكمل نقعه لحد من 4 ساعات ل6 ساعات لحد ما الاقي الحبايه طريت معايا. كل ساعتين هغير له الميه. بس خلاص اهو اتنقع معايا وبقى طري. اول ما تمسكيه تلاقيه بقى طري من جوه شويه كده. خلاص انا غسلته كذا مره بعد ما نقعته النقعه الاخيره يعني، وشطفت اهو بالشكل دوت. دلوقتي هو انا مغطيه بالميه، وبرده لما اجي اسلقه هصفي الميه دي. انا دلوقتي هعمل الخلطه بتاعه الحمص، مكونه من بصلايه صغيره، حوالي نص كيلو طماطم، معلقه توم مهروس ديت للخلطه اللي هتتحط مع الحمص وهو بيستوي. وبعد كده بعد ما نعمل الخلطه ديت هنعمل كمان الشطه اللي بتتحط على الحمص، ليمون والخل وملح وكزبره وكمون. الكمون اساسي في وصفه الحمص. اول حاجه انا هاخد دلوقتي الحاجات ديت اللي هي البصل والطماطم واضربهم في الكبه. البصل هعمله في الكبه، اضيف عليه الطماطم، معلقه توم مهروس. لو ما عندكيش توم مهروس بتضيفي توم عادي، حوالي 5 فصوص توم، معلقه توم مهروس، واضربهم كلهم كده مع بعض. الخلطه اللي انا هحطها على الحمص بس ديت انا هحطها بعد ما الحمص يخش في السوا. اهي خلاص بقت جاهزه معايا. انا دلوقتي حطيت ميه على النار وسبتها تغلي معاها. اهي لازم الميه تبقى مغطيه الحمص بالشكل دوت، وبعد ما يغلي ويطلع الرغوه اللي جواه اللي فوق دي، بتبقى فيه رغوه كده بتطلع من فوق، بشيلها. اعمل الدقه بتاعه الحمص. انا عصرت الليمون واحط كمان نص كوبايه خل صغيره، هحط معلقه كمون صغيره برضو، معلقه كزبره، معلقه ملح ومعلقه شطه. والشطه بقى اللي انت لو حابه تضيفي شطه اكتر بعد كده وانت بتقدميه بقى بتحطي الشطه اللي انت عايزاها. معلقه ثوم صغيره، بنقلب كده كله مع بعضه. هضيف حوالي نص كوبايه ميه سخنه. خلاص خلصت معايا اهي بالشكل دوت. وانتي بقى لو حابه تحطيها على النار تغلي شويه بتحطيها، يا اما تحطيها في الميكرويف تسخن معاكي شويه. كل ما تسخنيها او تغليها بتخلي عمرها يبقى اكتر معاكي، ما تبص معاكي بسرعه. انا هحطها في الميكرويف تسخن شويه معايا وبعد كده هركنها، وبعد كده هبدا بقى اكمل الخطوات التانية بتاعه الحمص. خلاص اهو دخل في السوا بالشكل ده. وهنا الحمص معايا ما طلعش رغوه عشان انا كنت شطفاه كويس، وكان كمان اتنقع فتره كويسه. بس وانتي بتعملي لو طلع معاكي رغوه بتشيليها طبعا من فوق الوش كده، وبعد كده لحد ما الميه تبقى نظيفه معاكي بالشكل دوت. انا هبدا دلوقتي هضيف عليه الخلطه اللي فيها الطماطم والبصل والثوم اهي، ودي بتدي طعم حلو قوي وبتدي شكل حلو. معلقه كمون صغيره. هنستنى لما الحمص بقى يخش في السوا وبعد كده نضيف له الملح بتاعه. بتسوي الحمص بتسويه على نار متوسطه مش على نار عاليه عشان يطلع معاكي مستوي كده وطعمه حلو زي من عند بتاع الحمص. بس ده انت هتكوني عاملاه في البيت بالله بايدك. ده شكله. هسيبه لحد ما يستوي وبعد كده هبقى اصبه معاكم. الحمص خلاص خلص معايا اهو بالشكل ده. انا سويته كويس اهو ولونه جميل. وكمان انا حطيت هنا كمان حمص في الكوبايه، وهنا كمان الدقه اللي عملتها مكونه من شطه وليمون وخل وثوم، وكمان هنا ليمون اللي حابب يضيف ليمون على الحمص. وبالهنا والشفا. وما تنسوش اللايك والشير وما تنسوش الاشتراك في القناه. بالهنا والشفا.